يا ستار يا رب. كلنا الفترة دي بنعاني من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. أكيد كلنا ملاحظين كده. في حاجة غريبة بقى بتحصل مش لاقيين لها مبرر. هو إن درجة حرارة البيوت بتبقى أعلى بالليل من درجة الحرارة بره، والجو بيبقى جميل جدا بره، بس البيوت بتبقى حرارتها عالية جدا. دي بقى بتبقى عملية تخزين. يعني الحيطان نفسها بتخزن الحرارة طول النهار، وبتبدأ تطلعها طول الليل. وعملية التخزين دي اسمها الترحيل الزمني، وبتتوقف على سمك الحيطة نفسها. يعني مثلا لو الحيطة سمكها نص طوبة، فبيبقى الترحيل الزمني فيها أو التخزين بيبقى من 3 الظهر لغاية الساعة 7 أو 8 بالليل. بتفضل الحرارة موجودة فيه لغاية الوقت ده. ويا سلام بقى لو سمك الحيطة طوبة كاملة، كده هيبقى اليوم المفتوح في درجات الحرارة. وأكيد الموضوع ده ليه حل، مش هتسيبونا كده. أولا المفروض نقفل كل شبابيك البيت